حرص كروي، تيفو جميل ورائع، إصابة في مدرجة الوداد، إصابة في مدرجة الوداد، هدف جميل، فدائيو الوداد والوينرز، تيفو جميل، تيفو رائع، هدف جميل بالمدرجات، تمريرة من مدرجة الرجاء في الزاوية وفي الجهة اليمنى، ستكون تمريرة رائعة، إصابة في المكانة، إصابة في مدرجة المكانة، جماهير الرجاء تبدع وترد الهدف، هدف الوداد بهدف جميل، تعادل هنا في المدرجات، مرة أخرى مفخرة وشابو، ويمكن أقول ترفع لكم القبعة، الرجاء يعاود الكرة، الرجاء يعاود الكرة ويرفع تيفو، طريق سيار في انتظار أن تكون العودة الميمونة لجماهير الرجاء ولفريقها لسكة النتيجة الإيجابية. إذن على العموم مفخرة لكل البيضاويين، الوداد ترد من خلال المدرجات، طريق هنا وطريق آخر هنا على طريقة الحلبة، الطريق السيار ما بين حلبة ألعاب القوى، يمكن أقول برافو 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 بلاتير، كان يمكن أن تكون ضيفنا الكبير، عيسى حياته كان يمكن أن تحضر وتشاهد إبداع الجماهير التي تستحق اللقب الإفريقي، ولما لا إن شاء الله اللقب العالمي. إذن سأعطيكم التشكيلة على بركة الله. خالد العسكري، بقية اللاعبين: كروشي عادل، مصطفى بن مقدم، دي جي كوكو، محمد ألحاس، سعيد فتاح، عبد الإله الحافظي، مويتيس، رشيد سليماني، فيفيان مابيدي، عبد الكبير الوادي. إذن هذه التشكيلة الأساسية لفريق الرجاء البيضاوي. الوداد يدخل بالتشكيلة الآتي: عقيد محمد، بن رابح محمد، كوني بكاري، هجوج رضا، سعيدي صلاح الدين، ايفون امريك العائد من المنتخب الكاميروني وهنيئا له بالتأهل، نصير عبد اللطيف، الكردي ياسين، رابح يوسف، العمراني هشام. اذا هذه تشكيله. بسم الله مصرى ومرجع، الحكم يعطي انطلاقة المباراة بين الوداد والرجاء البيضاوي ويقص شريط البداية، فأكيد بأنه كرة القدم إن شاء الله ستظل بالخير، وأكيد بأنه العمل والعمل هو السبيل الوحيد لنرقى بكرة القدم المغربية. هجمة الآن رجوية من الجهة اليمنى، محاولة خطيرة فريق الرجاء، خطيرة، هذه كانت خطيرة ولكن كان تدخل جيد من متوسط دفاع فريق الوداد البيضاوي. إذا تماس الآن، تماس صالح فريق الرجاء البيضاوي، كرة في وسط الميدان، فريق الرجاء البيضاوي لحد الآن البداية من الجهة اليمنى بادئ بشكل جيد. نتابع الآن هذه المحاولة لصالح فريق الرجاء البيضاوي، ولكن هناك دائما قتالية من وسط الميدان. هشام العمراني اللي لبس قميص الرجاء لسنوات قبل أن يعرج على الوداد بعد أن كانت له تجربة مع فريق المغرب التطواني. هجوجة لاعب أحد اللاعبين المدللين لفريق الوداد البيضاوي اللي استطاع باش أنه يرسم لنفسه لوحة جميلة. كاين هناك ضغط مبكر، كاين هناك ضغط مبكر بالنسبه للاعبي فريق الرجاء اللي متقدمين وسط الميدان ومارسين بريسينغ متقدم. هذه محاوله خطيره ولكن كان تدخل جيد في هذه اللقطه الاخيره ديال بكاري ماميدي. الان كيطلب من جماهير الرجاء انها باش تساند بعد عن الرجاء الى مدينه تطوان والجيش الملكي قبل ان يعود في هذا العهد الجديد، عهد الوداد الجديد، ليعزز الوداد ويحرز على شاره العماد. هذه كانت تمريره خطيره ويمكن اقول بانه رفع الايقاع والريتم وابدع من خلال تطوان. نتابعوا الان هذه المحاوله، محاوله صالح فريق الوداد البيضاوي، خطيره هذه المحاوله والابعاد. نصير كيطلب الكره الان من الهجوج، شنو غادي يعمل الان نصير؟ كيرفع كره خطيره، هذه المحاوله خطيره مالكي فونا ولكن عوده سريعه. السعيدي يهيئ وسط الميدان، ضغط الان من فريق الوداد البيضاوي. باكاري كوني، كره اماميه في اتجاه نصير ولكن بعيده لحد الان. شبه راحه للعسكري ولعقيل في انتظار الجديد، واكيد بانه الجديد سيلهب الجماهير. تبعوا الان هذه المحاوله، محاوله خطيره فريق الرجاء البيضاوي ولكن عقيل يتدخل والركنيه. اعتقد بالفعل الركنيه
تابعوا الان هذا المحاوله، كان سلال جيد في هذه المحاوله من الجهه اليمنى، تسديده وتدخل عقيد في مناسبتين ولكن كانت تجاوزت اذا اللاعب عبد الاله الحافظي مع تغيير المدرب محمد فاخر. اكيد بانه تغيرت العديد من الاسماء التي كانت مطلوبه للمدربين. تابعوا الان هذه المحاوله، محاوله خطيره. مالك ايفونا في صراع كبير. مالك ايفونا ولكن المقدم كان متميز في التدخل الاخير. لا كوكو التي كانت تحوم شكوك حول مشاركته ولكن لحد الان هو رسمي. السعيدي كيسترجع بكل هدوء بذكاء كبير. تجربه استهداف هذه المباراه كانت مقطوعه، تسديده ولكن العمراني يتدخل في المحاوله الاخيره. لحد الان ضغط من فريق الرجاء البيضاوي. سمين شنو غادي يعمل الان؟ كيرفع الكره. هذه محاوله خطيره لوجد صعوبه في فرض ايقاعهم واسلوبهم على مستوى خط وسط الميدان. نتابع الان ركنيه، كره عاليه، ضربه راسيه ولكن بعيده عن الحارس عقيد، لانه لحد الان هناك حذر شديد وليس هناك اضافات كبيره بين اللاعبين. خطا كاد انه يكون خطا فادح. نتابع الان خالد العسكري، كره اماميه ولكن تدخل جيد للنقاش. يهيئ كره الان دائما لصالح فريق الوداد البيضاوي ولكن يجد صعوبه. كاين هناك يمكن اقول بانه خط وسط ميدان فريق ممتازه من النقاش. نتابع المحاوله، هذه محاوله خطيره. هذا هو الهجوج. قلت بأنه يتحين الفرصة وانتظر وانتظاره كان إلى حدود الدقيقة 27. تدخل كان جد ممتاز من النقاش والهجوج لم يترك الفرصة تمر. لاعب خطير، لاعب مؤثر، لاعب مشاكس، لاعب قناص، لاعب مؤثر ولاعب بموهبة عالية جدا. نتابع الآن يمسك الكرة، يراوغ ويصوب، إمكانيات عالية، لاعب واعد. هنيئا للوداد بهذا الهدف وهنيئا بهذا اللاعب رضا الهجوج. كرة مثالية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كرة مثالية صوبها بتصويبة مليمترية وأجهز بهذه الطريقة الجيدة. فرحة لرئيس الوداد، فرحة مستحقة وفرحة كذلك لجماهير الوداد. هدف رائع سينسينا بياض 30 دقيقة. الرجاء البيضاوي الآن في محاولة من أجل تسجيل، كانت هذه كرة عالية ولكن كانت في اتجاه المرمى. إذا خروج اضطراري، إصابة السليماني يصعب عليه باش أنه يكمل هذه المباراة. إذا رشيد السليماني يغادر. سنتابع الآن هذه المحاولة، محاولة الآن رجوية على مستوى خط وسط الميدان. كرة عالية، خروج العقيد لم يكن خروج موفق. فيفيان مابيدي. الآن الرجاء ستحاول استرجاع العافية على مستوى خط وسط الميدان. صراع كبير على مستوى أوي نوعا ما الحافظي، لكن الحسن حظ بأنه ما كانت إصابة تحت لاعب. نتمنى بأنه الديربي يخلو من أي إصابة مؤثرة رغم أنه سليماني غادر هذا المباراة ولكن لا أعتقد بأنه إصابة تدعو للقلق. سنتابع الآن هذه المحاولة خطيرة ولكن التمريرة ما كانتش دقيقة. تدخل النقاش. نتابع الآن فرصة خطيرة لفريق الوداد البيضاوي، فرصة خطيرة. مالك ايفونا للهجوج الخطير. ماذا يعمل الآن هجوج؟ يتقدم الهجوج ولكن كان ممتاز خالد العسكري. نتابعوا هذه الإعادة ديال المحاولة الأخيرة. نتابعوا الآن المحاولة الأخيرة. رضا الهجوج كان قريب من المناورة ولكن خالد العسكري كان في المكان المناسب. هذا هو رضا الهجوج، صنع الحدث خلال هذه الجولة ولكن هنا الأمور النفسية والتحضير النفسي يلعب الدور الكبير. كرة أمامية الآن، والحاج مع مالك ايفونا خطيرة ولكن الحكم أعلن عن خطأ. الحكم سبق وأن أعلن عن خطأ بالفعل لأنه كان هناك خطأ في حق اللاعب والحاج. إذا على العموم الآن غادي ندخلوا في الخمس دقائق الأخيرة. الضغط الآن لفريق الرجاء. سعيد فتاح الآن بعد أن لبس ألوان الوداد هو الآن مع الرجاء ويعود الفريق الأصلي. محاولة الآن، تدخل عقيد، خطيرة المحاولة، خطيرة وكانت استماتة. أعتقد بأنه الحارس عقيد أصيب في هذه المحاولة فنتابعوا. كانت هذه محاولة خطيرة
وهشام العمراني صاحب التجربة قال كلمته في هذا التدخل الأخير. شنو غادي يعمل الآن؟ يمرر باكاري كوني. ما شاهدناش كثير اللاعب باكاري كوني. ممتاز هذا الكرة، استرجعها بشكل جيد اللاعب مويتيس، ولكن ضائعة. تتحول الآن هجمة لفريق الوداد. التدخل حسن حظ لاعب فريق الرجاء انه عرف تدخل اللاعب زكريا هاشمي، يعني كانت ستكون محاولة خطيرة. الآن سندخل في الوقت البدل الضائع، أكيد بأنه هناك وقت بدل ضائع. ريد الهجوج كيتقدم، خطير لاعب ريد الهجوج، يمرر كرة خطيرة دي المحاولة. اوه على تدخل زكريا هاشمي. هذه رسالة لمن ينتقد أداء الهاشمي ينقذ مرمى الرجاء من هدف محقق. زكريا الهاشمي صاحب الإبداع المونديالي، هذه محاولة ولكن هناك خطأ من سعيد صلاح الدين. نتابع الآن ريد الهجوج، ما كاينش هناك تسلل، تمريرة في العمق لمالك فونا، راوغ خالد العسكري. وتدخل الهاشمي هذا دين في رقبة كل من يشكك في أداء زكريا الهاشمي. تدخل أكثر من جيد، وزكريا الهاشمي أبرز لاعب بديل استطاع أن ينقذ الرجاء من هدف ثاني. مشاهدينا الكرام، أضرب لكم موعدا خلال الجولة الثانية. كما قلت بأنه مباريات الديربي هناك بعض المباريات التي تكون فأل خير، وهناك بعض المباريات التي تكون لا أقول فأل شر أو لا تكون فأل غير جيد، ولكن هناك بعض اللاعبين يكونون. سنتابع الآن زاوية لصالح فريق الوداد، بدأوا كترفع كرة خطيرة ديال المحاولة لفريق الوداد، تسديدة وضربة مرمى. أعتقد كانت هناك ركنية خفية. وكيف تم تأسيس الوداد وانطلاق حكاية الوداد البيضاء. ونتابع الآن هذه محاولة كانت خطيرة، مرت جانبا. إذا الأمطار تتهطل بغزارة، هذا أمر سيخلق بعض المتاعب للدفاع وكذلك للحارس. نتابع الآن خطيرة، السمات الآن تعود الآن باكاري شنو غادي يعمل الآن؟ ما رفعش كرة بشكل جيد. دخل زكريا الهاشمي، تعود الآن مرة أخرى، احتفالية أخرى في المدرجات. الوداد يستعد لإخراج تيفو آخر. نتابع الآن خطيرة، العارضة محاولة خطيرة والعارضة تلامس القائم العلوي لمرمى الحارس العسكري. الكرة لمست القائم العلوي للحارس العسكري، وابراهيم نقاش كان قريب من التسديد. نتابع الآن من العمراني، كان قريب العمراني من أن يسجل الهدف. إذا اختلط الهواء هنا ببعض الدخان المنتشر من مدرجات الوداد البيضاوي. إذا الألوان الحمراء مع هذه الأمطار الغزيرة. احتفالية كبيرة بمدرجات الوداد، أبت إلا أن تجعلها تاريخية، أبت جماهير الوداد إلا أن تجعل هذه المواجهة تاريخية. فأكيد بأنه هي مهمة من أجل إنجاح هذا العرس تتضافر لا ما بين كذلك أعضاء الشركة الوطنية إذاعة والتلفزة من أعلى هرم إلى أوسط. أكيد بأنه الكل يسعى لإنجاح هذا العرس. محاولة العمراني تدخل بالثقة. كاد مويتيس أن يعيد الرجاء، لكن أساء التعامل مع هذه المحاولة أو اصطدم ببراعة هشام العمراني. هذه كانت محاولة خطيرة. تابعوا مويتيس، فالكل تحت شعار الراية المغربية يخدم هذا المباراة. إذا سنتابع الآن ضربة خطأ ولكن بعيدة. خط وسط الميدان لصالح فريق الوداد البيضاوي. محاولة خطيرة الآن لفريق الوداد. باكاري كوني شنو غادي يعمل الآن؟ باكاري يا سلام الوداد
الأفراح. الوداد تصنع الأفراح وبالعلامة الكاملة. ما دعسني أن أقول، ما دعسني أن أقول طوفان بمدرجات الوداد، طوفان بمدرجات الوداد أشعلها هجهوج وزينها بكاري كوني. أوه، الوداد في أحسن الأحوال، الوداد في أحسن الأحوال، والرجاء ليست كما عودتنا. بكاري كوني قذيفة أرجو، قذيفة أرجو، صاروخ أرضي يربك حسابات الرجاء. ما دعسني أن أقول وأنا أتفاعل مع هذا الهدف، لأنه هدف من أجمل ما يكون. مباراة ستكون للذكرى للوداديين ومعذرة للرجاويين، لأن الوداد اليوم في أحسن حلة. الرجاويين الآن ينتظرون الانتفاضة. محاولة، كانت محاولة في اتجاه حمزة أبو رزوق، أوه، على عرض قوي لفريق الوداد البيضاوي. الوداد بشبابه يتألق خلال هذه المباراة وبمجهودات فردية من الهجوج، وكذلك بكاري كوني تألق خلال هذه المواجهة ورفع إيقاع المقابلة. والمقابلة الآن لصالح فريق الوداد البيضاوي. كرة الآن أمامية وخالد العسكري. عقيد الآن كرة أمامية، كرة أمامية مرة أخرى. أوه، هذه كانت محاولة مدرجات فريميجا. نتابع الآن الركنية، الركنية الآن لفريق الرجاء البيضاوي. نتابع الآن محاولة زكريا الهاشمي، زكريا الهاشمي كيرفع الكرة ولكن للتماس. نتابع الآن عبد الإله حافظي، عبد الإله حافظي كيرفع كرة خطيرة. حمزة بورزوق، حمزة بورزوق، الخطورة دائما واردة لفريق الرجاء البيضاوي. شو غادي يعمل الآن؟ والتدخل، ولكن لم يكن التعامل بشكل جيد مع هذه المحاولة. ضربة خطأ. سنتابع الآن هذه المحاولة لفريق الوداد البيضاوي. بكاري كوني أراد أن يعيدها ولكن ليس دائما تسلم الجرة يا بكاري، لكن انتقال لا يفسد للود قضية، فلا يعني أني انتقلت من هنا إلى هناك أني خائن، بعدما كانت بعض الأمور تسير نحو أنه لا يجب الارتباط، لكن أكيد بأنه قوت اللاعب هو من كرة القدم، وفي بعض الأحيان تفرض الأقدار وتفرض المعطيات بأن ينتقل لاعب، وهذا لا يعني الجماهير التي يمكن أقول بأنها الودادية ظل وداديا إلى الأبد والرجاوية ظل رجاويا الأبد. نتابع هذه المحاولة وتدخل نصير هيلمان ودادي على مستوى الدفاع. يمكن أقول بأنه معنويات فريق الوداد هي جد مرتفعة بعد تسجيل هدف بكاري كوني. زكريا هاشمي، زكريا الهاشمي الآن شنو غادي يعمل؟ كيرفع كرة خطيرة خطيرة ولكن حمزة أبو رزوق لم يكن موفق. قانون كرة القدم بعض الجماهير تود الرحيل لكن لا أتفق معها. صالح السعيد للدخول. عبد الإله حافظي، فريق ومتيمو الرجاء يحنون لمتولي محسن متولي، نتمنى له أن يكون موفقا في مسار احترافه بقطر. نتابع الآن هذه محاولة لا شيء انتهى، دائما المباراة متواصلة. محاولة الآن بكاري كوني، بكاري كوني ماذا سيفعل في هذه المحاولة؟ الهجوج يطلب الكرة ولكن كان هناك تأخر. بالرابح الآن، بالرابح رجوع رجاوي بسرعة. بكاري كوني الآن فريق الوداد كانت تمريرة خاطئة من بكاري. مدربون دربوا الفريقين معا، التاريخ لن ينسى الأب جيجو كأول مدرب درب الوداد والرجاء. ونتابع الآن الحافظي في هذه الهجمة. محاولة خطيرة، محاولة خطيرة خطيرة وهدف. أوه، قلتها، لا شيء انتهى، لا شيء انتهى. الآن المباراة ستدخل في نسق آخر. قلت لك يا رجاوي يجب أن تساند فريقك إلى آخر لحظة.
وكان الهدف الرجوي. نتابع، سجله اللاعب هشام العمراني. تمريرة كانت ممتازة، ومن وراء التمريرة زكريا الهاشمي، والعمراني أسكنها في شباك فريقه. نتابع الآن فيفيان مابيدي، مررها للاعب عادل الكروشي. تسديدة كانت قوية، والعمراني هشام سددها في مرمى الوداد البيضاوي. إذا 2-1، لا شيء انتهى. يوري والأرجنتيني أوسكار فيلوني والبرتغالي جوزيه روماو، هؤلاء المدربون تعاقبوا على تدريب الفريقين. الآن مباراة أخرى، المباراة الآن في أقدام رجويين، أقدام وزملاء خالد العسكري، زملاء سعيد فتاح، ياسين الصالحي. تمريرة خطيرة، ومرت وضربة جزاء. ماذا سيقول الحكم؟ بوشعيب الأحرش يقول ضربة مرمى. كل شيء الآن نتابع. بالرباح لم تكن واضحة، ليس هناك خطأ، ليس هناك ضربة جزاء. إذا نتابع، سقوط كان انفرادي لحمزة أبو رزو. سنتابع الآن محاولة، كرة أمامية خطيرة، ولكن فيفيان مابيدي لم يتعامل بالشكل الجيد. تعود الآن هجمة لفريق الوداد البيضاوي، والحاج ينقذ مرماه. الآن الضغط صار رجويا بكل المقاييس. الرجاء ستلعب الكل من أجل أن تعود في النتيجة بعد هدف العمراني الذي أعاد الرجاء إلى المباراة. محاولة خطيرة، وعقيد هو يبقى إضافة للاعب الوداد حتى وإن لم يقدم أداء خلال الجولة الثانية، ولكن يبقى أداؤه في أي لحظة يمكن أن يكون خطير. كرة أمامية خطيرة، لا راحة مع مويتيس وحمزة أبو رزو. الكل هنا يترقم خلال هذه المباراة. كرة عالية خطيرة، ضربة راسية، تدخل السعيدي صلاح الدين. نتابع الآن زكريا الهاشمي، كرة عالية والإبعاد من مدافعي فريق الوداد البيضاوي. ومحاولة الآن إلي خوكو، هجمة مضادة ولكن تشتت بطريقة غير صحيحة. تعود الآن لفريق الرجاء البيضاوي، محاولة خطيرة، ميبيان، ضغط رجوي، مد رجوي على دفاع فريق الوداد والإبعاد. كرة أمامية خطيرة، بالمقدم يبعدها فقط، ولكن هناك مالك إيفونا في حوار مع بالقدم، وركنية أثر بشكل واضح على الخطة الهجومية لفريق الوداد البيضاوي. تعود الآن، نتابع محاولة خطيرة وركنية. توشاك في حديث مع بالرباح. إذا الكرة نتابع الآن، محاولة سعيدي صلاح الدين. تعود الزاوية الثانية على التوالي، كترفع كرة خطيرة خالد العسكري، والحكم الركنية الثالثة على التوالي. ضغط ودادي خلال هذه اللحظات، والوداد تمنيها قصيرة. سنتابع، ولا حديث عن ديربي 117. الوداد تقدمت، محاولة يا عطوشي، حدود الدقيقة السادسة والثمانين. الوداد تمني أن تنتهي المباراة. كان يمكن أن يكون هدف ثاني. ياسين الصالحي كاد أن يمكن يسجل الهدف الثاني. ونتابع عادل الكروشي وارتقاء ياسين الصالحي، ومرت جانبا. ضربة مرمى لصالح فريق الوداد البيضاوي. عقيد، كرة أمامية، ومحاولة الآن. الهجوج يسدد، وركنية. دائما محاولة لفريق الرجاء البيضاوي. هجمة الآن رجوية، آخر لحظات، آخر الثواني. الآن سندخل في الوقت البدل الضائع. زكريا الهاشمي، خطيرة هذه المحاولة في حوار 4 دقائق كوقت بدل ضائع. خطيرة، الرجاء كانت قريبة من هذه المحاولة. 4 دقائق، تدخل بالمقدم. كل لاعبي الوداد بدون استثناء، كلهم الآن في مربع العمليات. محاولة كرة عالية،
بعيد الآن، الخطورة واردة، وزكريا الهاشمي رآها بعيدة والأمطار تتهاطل. الآن نعيش الدقيقة الأخيرة من الوقت البدني الضائع، وما زال في المباراة بقية والحكاية لم تنتهي ما دام الحكم لم يعلن عن النهاية، لأنه في أي لحظة يمكن أن يأتي هدف من خطأ. نتابع الآن هذه المحاولة، مابيدي خطيرة الآن، خطيرة 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 لفريق الرجاء البيضاوي، خطيرة، محاولة، حمزة بورسوق، حمزة بورسوق يهيئ تسديدة، تسديدة ومرت عالية، ومرت عالية من سعيد فتاح. الرجاء انتفضت ولم تكن موفقة. الآن بطل المواجهة بوشعيب الأحرش، الكل ينتظر، وفي هذه الأثناء والوداد يحسم لقاء الذهاب. هنيئا للوداد بهذا الفوز، وحظ أوفر لفريق الرجاء البيضاوي.